لكم أن تتخيلوا إن الطبق اللي قدامكم ده معمول بس بنص كيلو مفروم، ما شاء الله كمية كبيرة جدا وطعمها بجد كان أكتر من روعة. محدش دقها إلا لما حقيقي عجبته قوي. هسمي الله وأجيب معايا نص فلفلاية حمراء وبصلاية ونص كوباية بقدونس ونص كوباية برغل و100 جرام ليا. أنا استعملت هنا بصلتين عشان البصل كان صغير، ومعلقة صغيرة بيكنج باودر عشان تخلي الكفتة هشة، وملح وفلفل وبهارات، ومعلقة كبيرة بابريكا. خليت الخليط ده على جنب يرتاح شوية كده، وبعدين ضربت نص المفروم لوحده وحطيتهم هما الاتنين فوق بعض وضربتهم كويس عشان العجينة الكفتة تسمخ كده مع بعض. وجبت كده نص كوباية مية عليها شوية زيت ومعلقة صلصة وملح وفلفل عشان ده الخليط اللي هصبع بيه الكفتة، لأن أنا معيش مية بصل هنا ولا حاجة. دهنت الصينية دهنة بسيطة خالص كده سمنة. شايفين بقى لما ارتاحت شوية في التلاجة بقت عاملة ازاي؟ دهنت ايدي كده، وانا بحب قوي اصبع الكفتة على المسن، بتطلع الكفتة هشة ومفرغة وطعمها حلو قوي. لو مفيش مسن ممكن ايد معلقة خشب او العصيان الخشب بتاعت الشيش طاووق. غير لما تصبعيها كده من غير اي حاجة جواها كده الكفتة بتطلع مكتومة ومش حلوة. تتأكدي كمان ان هي استوت. بصوا ما شاء الله انا عاملة صباع الكفتة مقلبز قد ايه، وما شاء الله ادتني كمية محترمة. دخلتها على اعلى درجة حرارة، قعدت بالظبط من ربع ساعة، يعني ممكن تزيد دقيقتين ما بتكملش تلت ساعة. واول ما بتطلع بطفي فيها فحمية بشوية زيت. بجد طعمها كان روعة. امشوا بس على الخطوات والطريقة وان شاء الله انا متأكدة ان هي تطلع معاكم اكتر من ممتازة. طعمها كان حلو جدا. كل اللي دقها عجبته قوي، وان شاء الله لما تجربوها هتعجبكم. شايفين شكلها روعة. انا عايزة اقول لكم اضافة الفلفل الاحمر والبابريكا كمان بيدوا طعم حلو ولون حلو، لان كفتة البرغل لما بنعملها بس كده من غير اي حاجة تحسوا لونها بيبقى بهتين كده، بيبقى شكلها مش حلو. فالفلفل الاحمر والبابريكا اضافة حلوة بتدي لون حلو وطعم حلو. لو الفلفل الالوان الاحمر مش موجود ممكن تستغني عنه، لكن البابريكا اساسي، واللية برضو في الوصفة دي اساسي، بتفرق قوي في الطعم.